ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهارده البمبار بكل خطواته وبكل تفاصيله البسيطه وباسهل طريقه ممكنه. بس قبل ما نبدا في الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناه وتعملي لي لايك وكومنت حلو زيك عشان تدعميني. دعمكم بيفرحني قوي. يلا بينا على طول. هنجيب الحله بتاعتنا، هنحط فيها معلقه كبيره من السمنه او من الليه وعليها حبه من الزيت، بيدي طعم حلو قوي للخلطه. هقطع عليها بصلتين متوسطين قطع صغيرة واحطها، واول ما تدبل معايا هنزل عليها بمعلقة صغيرة من الثوم المفروم. وشمي بقى الريحة، وعشان تتأكدي اكتر من الطعم هيبقى غني كده وحلو وريحة خطيرة، حطي عليها شوية من الكزبرة الناشفة. وطبعا الممبار بتاعنا لازم كده يبقى سبايس كده وحراق، فهنحط عليه 3 قرون متقطعين قطع صغيرة برضو حراق. وهقلبهم اول ما يتبلوا معايا بالشكل اللي قدامك ده، هكون ضاربه في الخلاط نص كيلو من الطماطم او على حسب الكميه اللي انت هتعمليها، وهنزل عليها بالطماطم. هقلبهم واسيبهم على نار متوسطه يتسبكوا مع نفسهم. مش بحط توابل دلوقتي في المرحله دي، عشان لو حطيتها توابل هتفضل تغلي وطعمها وريحتها هيطيروا في الهواء كده مع البخور، مش هيبقى ليها اي طعم. فانا اول ما وهغطيها بقى. اول ما يتسبك معايا 3/4 تسبيكه كده بالشكل اللي قدامك ده، هنزل بقى بالتوابل بتاعتي. هعملها بابسط التوابل، مش هحط فيها توابل كتير عشان برضو عايزين نحافظ على طعم التسبيكه وما يبقاش كلها كده انتي بتاكلي توابل. لا، هنعملها بابسط التوابل، اللي هو فلفل اسود وكمون وملح وبس كده. دي التوابل اللي من زمان الزمن بنتعود ان احنا نحطها بس. وهقلبهم كده واسيبهم شويه كمان على النار لحد ما يتسبكوا خالص. واول ما يتسبكوا معايا هيبقى بالشكل اللي قدامك ده. هنا بقى كانت التوابل اختلطت مع الصلصه بقى والريحه بقت خطيره. هسيبهم يبردوا تماما قبل ما احط عليها الخضره، لان انا لو حطيت عليها الخضره وهي في المرحله دي الخضره هتدبل معايا ولونها هيتغير ومش هيبقى لها اي طعم. فانا اول ما الصلصه بتاعتي هتبرد هنزل عليها بالخضره المشكله، كزبره وبقدونس وشبت ومقطعهم قطع صغيره. هنزل على الصلصه وهقلبهم كويس قوي مع بعض. وبعد كده هكون غاسله الرز بتاعي واحطه. انا مش هعرف احدد لك كميه عشان على حسب برضو كميه الممبار اللي هتعمليها. بنحط كده رز. بصي انتي بتعملي الخلطه كانك بتعملي خلطه محشي. خلطه الممبار هي نفس خلطه المحشي، ما فيهاش اي افتكاسات. بعد كده بصوا بقى شكلها بقى احمر كده ولونها خطير. وكمان عايزين تخلوا لون الصلصه احمر قوي. الصلصه بتاعتكم مثلا مش بتلون وكده، حطوا عليها بابريكا. بتجيب الممباريه بتاعتك، انا بعملها بايدي، عايزه تعمليها بقمعه بغطاء ازازه براحتك. بفتحها كده بمسكها كويس وبحشيها بالشكل اللي قدامي ده. بحشي نصها، بفضل احشي وازق فيها كده. بعد ما اتاكد ان انا حشيت كميه كبيره افضل اضغط كده بالراحه، وبرده بالراحه عشان ما تنفجرش منك، وازقها على جوه. عايزه اعملها اسرع ان انا بعد ما احشي من يمه. وخدوا بالكم وانتوا بتحشوا ما تكبسوش البمبارو، يعني بتفضلوش تحشوا 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 لحد ما تلاقيها اتملت كده على الاخر ومفيهاش مكان. اعملوا حساب ان الرز بيزيد معانا وهي بتتسلق، فما ينفجرش مننا الممبار. لو حجم الرز او كميه الرز فيه زادت بينفجر وبيتفتح وكل حاجه بتتبهدل. بعد ما احشي بقى اللمه دي هقوم قلباها بالشكل ده على اليمه التانية. هجيب اليمه التانية وافتحها بنفس الطريقه واقعد احشيها. بصي بقى في الاخر بقى، عايزه تلفيها بالخيط زي ما انا هعمل براحتك، عايزه تسيبيها. انا في شويه عملتهم بخيط وشويه سبتهم، بس اهم حاجه لو انت هتشيليهم من غير الخيط يبقى تدخلي الرز جوه كويس وتسيبي الطرف ما فيهوش اي رز عشان ما يخرجش منك. وبتقفليها ليه؟ لان انت اصلا لما تحطيها تتسلق الطرف بتاع الممبرايه بيكش كده وبيقفل على نفسه تلقائيا، يعني بيقفل هو لوحده. فما تحطيش فيه رز. الحله اللي انا عملت فيها التسبيكه حطيت فيها الميه عادي جدا، واول ما تغلي معايا احط فيها قرنفل حبهان ورق لورا وقرفه عشان التطعيمه الحلوه. وبس كده هنزل عليها مش بكميه الممبار كلها، لا بنص الكميه، ما تخليش الحله مكبوسه عشان ياخد براح كده في السوا. بياخد معاكي من ساعه لربع ساعه، وبرده على حسب جلد الممبرايه ورفيعه ولا تخينه ولا متوسطه وكده. فانت اول ما تلاقيه اتسوى معاكي طلعيه وعلى طاسه حطي فيها زيت ويكون سخن. حطي الممبرايه، اول ما تحطيها وطي النار نص توطيه وما تسيبهوش وتمشي، خليكي واقفه جنبه لانه بياخد لون بسرعه جدا. وعشان تمنعي نفسك من الطرطشه، لان عشان ما تتبهدليش غطيها، بس بغطا ما يكونش مبلول خالص، وسيبيه كده يتهويه شويه عشان البخار يطلع وما يبلش الغطا ويقعد يطرطش. هنا كنا موطين النار. بصي بقى اللون الحلو اللي خدته. عايزه اقولك تقدري تعملي بمبار بامبوس بيه ان هو تخليك قطع صغيره او حجم صغير، بان انت كل
بعد ما تحشي الممبرايه بتسيبي اول جزء وتربطي من النص، تسيبي تاني وتربطي عندها، يعني تربطيها على 3 مراحل. بصي هي بتكش لوحدها ازاي، بص الطرف. وطبعا في الاكل قبل ما تقدميه تشيلي الخيط عشان محدش ممكن ما ياخدش باله وياكل الخيط. ولو وصلت لحد هنا متنساش تشترك في القناه وتعمل لايك.